تعمليه بنفسك، بيساعد على ترطيب الشعريه جدا. كريم رهيب تعمليه بنفسك. جربتي كريم بذور الكتان؟ ما جربتيهوش، انا متاكده اني ما جربتهوش ومحدش اتكلم فيه ومحدش قال عنه حاجه، ويمكن انا اول حد يتكلم عنه. عارفه الشمس المشرقه دي مش هتلاقيها. بنتك عندها هيشان، عندها تقصف، اعمليه وهتستخدميه وهتلاحظي فرق رهيب فيه. طب ايه هو ده؟ صلي على سيدنا النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لك فوائد بلا حصر. هتعملي ايه؟ هتجيبي لي بذور كتان، حلو الكلام، اغسليها، اغليها، طلعي الجل بتاعها. استني، انا عارفه ان الكل هارس بذور الكتان للشعر، بس انا هديكي حاجه جديده، اسمعيني بس. تمام، عملتي كده خلاص، هاتيلي الجل بتاعه، حطي لي عليه ايه بقى؟ زيت جوز هند، ويا ريت يكون بكر عشان نساعد على ترطيب الشعرايه. وكمان زيدي لي عليه زيت خروع، وده هيغلف لي الشعرايه تماما، ما يخليهاش تبقى هايشه ولا كمان يقصفها. واعرفي فوائد زيت الخروع للشعر. تمام، ما خلصناش لسه. عملتي كده خلاص، هتجيبي لي مكعب حلو من زبده الشيا وتحطيه على المكونات دي واضربي كويس، هيديكي قوام كريمي رهيب. استخدمي انتي واولادك وجارتك وحماتك وكل حبايبك اللي حواليكي. عايزه اقول لك رهيب نتائجه من اول استخدام. هتاخدي حاجه بسيطه كده وتفردي على الشعر وتشوفي قد ايه فرق معاكي. خلصتي معاكي الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.